مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، البطولة التي تقام بشكل جديد هذا الموسم 2024-2025. ويلعب من السعودية 3 أندية هم الهلال بطل الدوري، والنصر وصيفه، والأهلي الذي احتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن الموسم الماضي. وكان الاتحاد الآسيوي قرر استحداث بطولة دوري أبطال آسيا إلى بطولة النخبة ليشارك فيها 24 فريقا الأقوى على مستوى القارة الآسيوية بالنظام الجديد. طالع نتائج قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. نظام دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. وتقام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 ناديا موزعين على منطقتين للغرب والشرق في الفترة من 16 سبتمبر 2024 وحتى 19 فبراير 2025، بحيث يتقابل كل فريق مع 8 أندية مختلفة عبر 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج ملاعبه. وتتأهل أفضل 8 فرق في كل دوري إلى دوري الواحد 6 المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025. وبداية من دور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية ستقام البطولة بنظام البطولة المجمعة، التأهل من مباراة واحدة تقام في المملكة العربية السعودية، ذلك خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2025.